السلام عليكم. النهاردة هنعمل مسقعة، وهي من الأكلات المصرية الشعبية اللي بتفتح النفس. يلا نسمي بسم الله. معانا بدنجان رومي، هقطعه بالشكل ده. لازم اجيب البدنجان يبقى طازة كده وبيلمع. بصوا قلبها ابيض ازاي زي قلبكم، واقطعها مكعبات عريضة كده. احب اشكر كل اخواتي واحبابي واصحابي اللي بيدعموني باللايك وبيشتركوا في قناتي. انتوا نورتوني وانا بحبكم في الله. هرش عليه رشة ملح كده على الوش عشان ينزل ميته وما يشربش مني زيت. ممكن احطه في ميه بملح. معايا فلفل حراق، طبعا المسقعه ما بتحلاش غير بالفلفل الحراق، بيخلي طعمها تحفه. آه ممكن اعمل طبق المسقعه مع الاسماك. ممكن اعمله جنبه فول بالطماطم، واعمل جنبه جبنه قديمه بطماطم. ممكن اعمل جنبه بطاطس محمره. ممكن اكله لوحده كده. هو طبق يعني بيفتح النفس وطعمه بيبقى تحفه. هنضف الفلفل بالشكل ده وهعمل فيه فتحه في الجنب عشان ما يفرقعش في الزيت. ومعايا فلفل رومي. برضو ده طعمه بيبقى حلو قوي في المسقعة. طعمه بيبقى جميل. وعارفين طبعا كلنا فوائد الفلفل والبدنجان. هجيب طماطم اقطعها مكعبات، 3 طماطمات. طبق المسقعة بيفتح النفس، وغير كده كمان كل فوائده عالية، الطماطم والبدنجان والفلفل. معايا طاسة على النار فيها زيت. اول ما الزيت يبتدي يسخن هنزل بالبدنجان وهوطي النار شوية عشان ما يتحرقش مني. لازم لما اعمل اي اكلة او اعمل اي حاجة سمي بسم الله وصلي على رسول الله، عشان يبقى فيه بركة وفيه خير في الاكلة. هقلب بقى، واول ما تاخد معايا اللون الذهبي الفاتح هطلعها على طول. يعني ما تسيبهاش لما تاخد لون غامق كده، هتمرر المسقعه وطعمها مش هيبقى حلو. هطلعها على ورق مناديل او هطلعها على مصفى. بصوا شكلها قمر ازاي. هضيف الفلفل وهفضل اقلب فيه كده. اول ما يبتدي يدبل هطلعه على طول، مش هسيبه لما يغمق. اول ما يبتدي يدبل كده هطلعه على طول. معايا طاسه على النار فيها معلقه زيت. هضيف عليها معلقه كبيره من الثوم المفروم. الثوم طبعا بيخلي المسقعه طعمها حلو قوي وريحتها جميله. اول ما يبتدي يدبل معايا هضيف التوابل بتاعتي. هحط توابل عادية خالص. نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة. واقلب بقى مع بعض كده. الله على الريحة. التوابل دي اللي بتخلي طعم الاكل حلو، وبتديله ريحة حلوة كمان. هنزل عليه بمعلقة خل كبيرة. وهضيف الطماطم المكعبات.
واقلب بقى. اول ما تبتدي تتسبك معايا هنزل عليها بنص معلقة ملح صغيرة. الملح بقى حسب ما بتحبه يعني. اول ما تتسبك معايا هنزل عليهم بكوبايتين عصير طماطم ضربهم في الخلاط. الطماطم مع الطماطم المكعبات دي بيبقى ليها قوام حلو قوي. لما تيجي بقى تاكل المسقعه تلاقي طعمها حلو قوي وقوامها حلو قوي في نفس الوقت. الصلصه بتاعتها بتبقى تقيله كده. هضيف عليها نص معلقه ملح يعني نص معلقه سكر. السكر ده عشان الحموضه. اول ما تبتدي تتسبك هنزل عليها بالفلفل الرومي والباذنجان والفلفل الحراق. يا دوب هقلبهم تقليبه بس كده في الصلصه وهطفي عليها على طول. تقليبه واحده كده وهطفي عليها. رهيبه. كده خلصنا طبق المسقعه. بصوا جماله. حاجه كده تحفه. 4 5 ترغيفة بقى وتعالوا كلوا معايا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس هيبقى جنب كلمة اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوني في اخر الفيديو حاطه لكم طريقة عمل البصارة والويكا. صحتين وهنا.